استعد لرمضان السنة دي علشان ما يضيعش منك زي كل سنة. يمكن ده يكون آخر رمضان هتحضره. والله كمية إن لله وإنا إليه راجعون اللي الواحد عمال يكتبها على الفيس ليس له مثيل. يا بختك لو دخل عليك شهر رمضان، لأن شهر رمضان مش مجرد شهر كريم بيجي ويمشي زي كل شهور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. أنت بقى عايز تبقى من الخائبين الخاسرين أم من المغفور لهم الفائزين؟ وارجع في سؤال برضو، ليه الواحد كل سنة يقول رمضان اللي جاي لازم يكون مختلف عن أي رمضان قبل كده، ولازم أعمل وأسوي، وبعد ما يجي رمضان يضيع مني برضو، أو على أحسن الأحوال أعبد أول يومين ثلاثة وبعد كده ولا كأني في رمضان؟ الموضوع ده ليه تفسير؟ ايوه ليه تفسير، بس تعالى اسالك سؤال. لو واحد كان هيدخل مسابقه جري بعد شهر وما اتمرنش وقال انا يوم المسابقه هتلاقيني رهوان من غير اي تمرينه، انت متوقع هيحصل ايه؟ هيجري بسرعه اول 50 متر وبعدين هيحصل له شد عضلي محترم وهيطلع بره المسابقه خالص. برافو عليك، هو ده اللي هيحصل برضو معاك اول يومين في رمضان. عباده محترمه وبعدين شد عضلي في كل العبادات او معظمها، وتخرج بره رمضان خالص. يعني رمضان يرجع يبقى زي اي شهر في السنه بالنسبه لك، تقصير في الطاعه وفعل للذنوب، وفي بعض الاحيان الذنوب كمان بتزيد بسبب كثره الافلام والمسلسلات واعداد الانس والمخيمات الرمضانيه، ويزيد البعد عن الطاعات بسبب نوم النهار وانشغال الليل بالسهرات. صح ولا لا؟ افهم من كده ايه؟ ان لازم اتمرن من دلوقتي على كل العبادات. يعني ابدا من الان ورد قران واذكار وادعيه وقيام الليل، والافضل يكون بعد صلاه العشاء. ولازم ابعد عن اخبار المسلسلات الرمضانيه علشان ما اتعلقش بيها. طبعا كل اللي قلناه ده كان كلام عقلي وحلو فعلا، بس هل ربنا بيعاملنا كده فعلا؟ يعني انا لو ما استعدتش للعباده ربنا ما يوفقنيش ليها؟ يا ريت يا صاحبي، ده الموضوع اصعب من كده، لان ربنا توعد اللي ما استعدش لرمضان. انت متخيل؟ طب ايه الدليل؟ قال الله تعالى: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني كل الناس يصوموا ويختموا القرآن كذا ختمة ومنشغلين بالدعاء والتراويح، وانت قاعد على القهوة وامام التلفزيون والنت وقاعد مع الغافلين اللي في اللالاند. يرضيك كده؟ تسمع منه يقول لك لما ربنا يهديني. الشيخ الشعراوي بيتكلم في الحتة دي وبيقول: انك لن تهدي من احببت ولكن الله يهدي، وسكت. من يشاء اللي عايز. علشان كده ربنا بيقول لك: من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروره. قلبك دون عامل زي بطاريه الموبايل، لازم تتشحن كل شويه. فانت لازم تشحن قلبك قبل رمضان. يعني ما اعرفش فقه الصيام ولا التراويح ولا كيفيه الخشوع في الصلاه ولا فضل الصدقه في رمضان ولا فضل قراءه القران ولا حفظه ولا عنده ورد تفسير ولا تدبر. ده حتى الادعيه يا اخي اللي ناوي يدعي بيها في رمضان مش محضرها ولا عارف معانيها. طب انا هلحق اقرا دلوقتي او اسمع كل دون؟ ابدا دلوقتي وان شاء الله هتلحق. حاول تسمع المقاطع اللي اي شيخ بيتكلم فيها عن الاستعداد لرمضان، بس انت تكون بتحبه. رمضان مش عصايه سحريه، ما تفتكرش نفسك ان انت لما تدخل رمضان من غير ما تستعد هتقضيها صيام وقيام وعينك هتنهمر من الدموع. ده وهم. انت لو ما استعدتش يبقى مش هتعمل اي حاجه، صدقني. واهم حاجه النيه. انت لو في اعمال كنت هتعملها في رمضان ومت قبل رمضان، كل الاعمال دي هتتكتب لك في ميزان حسناتك. رمضان فرصه للقضاء على معاصي السر. رمضان نقله ليك وللامه كلها، نقله في مكانك عند ربنا، نقله لحالك كله. فرصه ان انت تعيش رمضان حقيقي. ابدا من دلوقتي، استعد من دلوقتي، صوم من دلوقتي، قوم الليل من دلوقتي، صلح نفسك وقلبك من دلوقتي، قوم وقع من دلوقتي علشان تدخل رمضان جاهز. الوقت اللي هيمر عليك في اليوم من غير ما تذكر ربنا هتتحسر عليه يوم القيامة. ولو ساعة واحدة فما بالك بقى الساعة دي في رمضان. الحسرة مش بعد رمضان، الحسرة الحقيقية يوم القيامة لما تشوف انت ضاع منك قد ايه. رمضان طوق نجاة، رمضان زلزال التغيير. لحد امتى هتفضل كده؟ لحد امتى؟ فوق بقى، طلعوا الدنيا من دماغكم شويه. طب لما عرفتوا شعبان بدأ، حرك عندكم حاجه. الموضوع صعب جدا وهيبقى اصعب مع الوقت، وكل ما تقربوا من رمضان هتصعب اكتر من شعبان. هتلاقوا مشاكل من مفيش. جوزك فجأة كده هيفهم حاجة غلط وانت هتكبري الموضوع وهتفضلوا تتعاتبوا وتنسوا رمضان. فجأة هتطلع لك مشكلة في الشغل وهتفضل تحكي فيها وتختب وتنسى كل اللي قلناه. هتلاقي نفسك فجأة زهقان من جو البيت وهتحس ان انت مخنوق ومش فاهم ليه. انا اقول لك ليه. الشياطين اليومين دول بيبذلوا اقصى جهدهم ان هم يشغلونا ويوقعوا ما بيننا علشان ما نستعدش لرمضان ولا كمان نعيش فيه، وكمان هيخليكم
نفسكم تكملوا غيبة وجدال وغيرة في رمضان، وانت وزوجتك تتخانقوا اول يوم في رمضان. طب الحل ايه؟ الحل ان انت تستعد لرمضان. طب استعد ازاي؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية ان شاء الله. بس كده، السلام عليكم.